شنو وقع لك شنو وقع لك اختي؟ واش كان محتاج زك الجزائري متزوج بيا بجوج جنسيات ودخل عليا عصابه اخرى. لا استاذ ولا وحشومه ولا انا كنصوك السيده بغات تهضر معايا لا ما تمنعهاش لا حشومه لا خدام وانا خدام. مرحبا استاذ مرحبا حيت جات لعندي ماشي مشيت لعندي هي جات لعندي هي بغات تهضر. سير استاذ تفضل خذ راحتك. مرحبا استاذ مرحبا استاذ. اذا كيف ما كتابعوا معنا مشاهدينا حنا كنتواجدوا هنا بشارع المسيره الخضراء. هاد السيده كتقول بانها مغربيه وكان محتجزها جزائري اللي هو الزوج ديالها. احتجزها داخل هذا المنزل هذا وفاش علات العافيه جاو رجال الامن داروا التدخل ديالهم الفوري والعاجل. البحث باقي جاري لحد الان باش يعرفوا ظروف وملابسات هذه القضيه هذه اللي هزات الراي العام هنا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط بمنطقه اونفا. هذه السيده كتقول بانها هي مغربيه والزوج ديالها جزائري. حقرها بزاف وعلى حساب ما سمعنا انه كان محتجزها هنا في ابارتمون بشارع المسيره الخضراء مدينه الدار البيضاء. البحث باقي جاري ولا زال جاري هنا بمدينه الدار البيضاء. السيده كتقول بان الزوج ديالها جزائري كان محتجزها بقلب هذا المنزل بمدينه الدار البيضاء بشارع المسيره الخضراء. الان رجال الامن غادين بها الدائره الامنيه باش يديروا الاجراءات اللازمه. نتمنوا لها خير يا ربي. البوليس راهم باقيين حاضرين هنا بعين المكان الله يوفقهم ونتمنوا على ان هذه القضيه تخرج بخير وعلى خير. السيده كتقول بان الزوج ديالها جزائري وكان محتجزها داخل هذا المنزل هذا اللي سكنت فيه لمده عام ونص هي والزوج ديالها الجزائري. كتقول بانه كان محتجزها ورجال الامن تدخلوا في اللحظه المناسبه وتمكنوا من الانقاذ ديال هذه السيده هذه. فاش العافيه شعلات في البوطه هما هربوا وهي بقات داخل البيت اللي كاين في هذا المنزل بهذه الاقامه في شارع المسيره الخضراء. فالوقايه المدنيه ورجال الامن دخلوا على وجه السرعه. السيده راه تم نقلها للدائره الامنيه التابعه لهذه المنطقه هذه الدائره ديال المداومه ورجال الامن راهم باقين هنا في عين المكان من اجل البحث في هذه القضيه هذه. السيده كتقول بانها كانت محتجزه بقلب منزل بمدينه الدار البيضاء بشارع المسيره الخضراء. رجال الامن باقين كيديروا الابحاث ديالهم. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يفكوا هذا البحث وهذه القضيه اللي هزت الراي العام. السيده مغربيه كتقول بان تحقرات وحقرها جزائري بقلب المنزل اللي كتسكن فيه هنا بمدينه الدار البيضاء. كتقول بانه كان محتجزها. هادشي على حسب ما سمعنا. البحث لا زال جاري. نتمنوا على انه يخرج بشي نتيجه مزيانه وتبان الحقيقه في اقرب وقت. الشرطه التقنيه والعلميه راهم في عين المكان. عناصر ديال الوقايه المدنيه راه مشاو من هنايا. السيد رئيس رئيس امن منطقه اونفا مشكور راه حاضر هنا في عين المكان. نتمنوا على ان القضيه تخرج بشي نتيجه والبحث راه غادي يجريوه رجال الامن. داو السيده للدائره ديال المداومه باش يحقوا معها في انتظار ايقاف الزوج ديالها اللي كتقول بانه جزائري. البوطه اللي صورنا لكم قبيله هي اللي كانت شاعله في قلب هذا المنزل هذا. فاش شعلات العافيه دخلوا رجال الامن الوقايه المدنيه عناصر الدراجين كل شيء تدخل من اجل انقاذ السيده والابنه ديالها بنتها باقا صغيره. تدخلوا والحمد لله تمكنوا من الانقاذ ديالها. وماشي اول مره غيجيو عند رجال الامن، هذه المره الثانيه اللي غيجيو عندها البوليس وغيديروا الاجراءات اللازمه. ونتمنوا على انهم يتمكنوا من ايقاف هذا الشخص اللي كتهموا الزوجه ديالو بانه شعل فيها العافيه في قلب المنزل اللي كتسكن فيه. الله يدير شي تاويل ديال الخير. مشكورين رجال الامن على المجهودات اللي كيقوموا بها. فالقضيه قضيه حساسه بزاف. نتمنوا على انهم يوصلوا لشي حل وفي اقرب وقت. السيد رئيس امن منطقه اونفا كاين هنا في عين المكان. الصقور حتى هما في عين المكان. الشرطه التقنيه والعلميه راهم حاضرين. الوقايه المدنيه طفاو البوطه ومشاو للتكنه. الله يدير شي تاويل ديال الخير. فالسيده مغربيه الزوج ديالها جزائري كتقول بانه كان محتجزها بقلب منزل في شارع المسيره الخضراء. كتقول بانه كان محتجزها في شارع
المسيره الخضراء في ابارتمون اللي ساكنين فيها لمده عام ونص. الزوج ديالها عنده دوبل ناسيوناليتي، عنده الجنسيه مغربيه وعنده جنسيه جزائريه. الله يدير شي تاويل الخير. رجال الامن راهم باقين هنا من اجل البحث في هذه القضيه هذه اللي غادي تهز الراي العام. سيده مغربيه كتقول بانه كان محتجزها جزائري اللي هو الزوج ديالها، كان محتجزها بقلب منزل بمدينه الدار البيضاء بشارع المسيره الخضراء. الشرطه التقنيه والعلميه غادي يغادروا المكان من بعد ما خداو جميع البصمات من قلب المنزل. السيد رئيس امن منطقه أنفارة باقي في عين المكان هنا بقلب هذا المنزل هذا. فرقه الدراجين حتى هما غادي يغادروا في هذا الاثناء، غادي يغادروا المكان اللي وقعت فيه هذه الواقعه هذه. الله يدير شي تاويل الخير. مشكورين رجال الامن على المجهودات المبذوله من طرفهم. وحتى لهنا مشاهدينا غادي نوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. نلقاكم بث اخر ان شاء الله. مزيد من التفاصيل غتلقاوها على قناه شوف تيفي، قناه الشعب. تبقاو على خير.